على بركة الله. جربوا واحد السيد الفيديوهات جداد. اوكي، قانون الجذب، ماشي قانون الجذب، ماشي قانون الجاذبية، قانون التدرج. شو هو قانون التدرج؟ بكل سهولة هو ما يصطلح عليه بالدارجة دقة بدقة كتطلع الفرقة. ما معنى ذلك؟ انك ملي كتكون باغي تبدل حياتك ولا دير واحد لو شونجمون في حياتك، ما خصكش تدخلهم الصوت. تكونوا كتسمعوني بعدا مزيان. ما خصكش تدخلوا فجأة، خصك تبدا دقة بدقة. بيان سور هنا ما كنهضروش على حوايج اللي حرام، وما كنهضروش على حوايج اللي فيهم مضرة لصحتك. يعني الحاجة اللي حرام بيان سور دير واحد التوبة نصوح وتحبسها اون فوا بوغ، اش كنقولوا لها، يعني مرة واحدة، ما تعاودش ترجع لها. تحاول ما تعاودش ترجع لها. بيان سور الانسان راه ضعيف وغادي يقدر يرجع لداك الشيء، ولكن الحاجة حرام وحلال خصك تحيدها مرة واحدة وما تعاودش ترجع لها. ولكن الحوايج اللي غادي تدخلهم مثلا لحياتك باش تامبروفي حياتك ولا باش تاميليوري شي حاجه في حياتك، الرياضه، شي عاده، قرايه، هذا هنا خصك تبدا صغير. كاين واحد الكونسيبت جابوني كيتسمى كايزن. كايزن كيقول لك انك ملي غادي تدخل واحد العاده لحياتك خصك تدخلها باصغر كونتيتي ممكنه. كنت ديجا هضرت على هذا المبدا، ولكن لاحظت بان هذا الشيء كاين واحد التشابه كبير ما بيناتهم وبين هذا قانون التدرج اللي كاين في الدين، وكاين في قانون كوني حطوا الله سبحانه وتعالى. اي حاجه ما كتجيش فجاه. 90% ديال الحاجات في الحياه كيكون واحد فيهم واحد لي زيطا اللي كدوز لهم باش كتوصل لهم. النهار طلع الشمس راه كتطلع بدي زيطاب. الانسان باش كيتولد راه كيدوز من واحد لي زيطاب. يعني اي حاجه كدوز من واحد لي زيطاب. كيجي البرد، كيجي الصيف، كيجي الربيع، خريف. يعني حتى انت في نفس الطريقه خصك تركز على انك تستمتع بداك لي زيطاب، واخا يكونوا داك لي زيطاب كيبانوا لك انهم صغارين بزاف وانهم ما غاديش يوصلوك للهدف حيت كيبان لك التاثير ديالهم قليل. ولكن كاين واحد الكونسيبت اللي كيتسمى ليفي كوميلي ولا كامبوند افكت، اللي كيخلي هذا ليفي كوميلي كيخلي انه حاجه واخا كتكون صغيره، ولكن مع الوقت ملي كتزيد لا فالور ديال الوقت كيولي عندها تاثير كبير. وهذا الشيء كيعرفوه الناس ديال الفلوس، ماشي ديال الفلوس، وان الناس ديال الانفستمنت سيرتو في البورصه في هذاك الشيء. المهم يكونوا عارفين شنو هذا ليفي كوميلي. ليفي كوميلي هي مثلا تبدا بدولار. المهم هذا هي مثال، تبدا بواحد الدولار كيرجع لك واحد لو سور انفستيسمون ديال 8%. الشهر اللي موراها تزيد له $2 وانت غادي راه مور واحد 20 عام غتولي عندك واحد الثروه اللي كبيره. المهم كنهضرش ماشي دولار بالضبط، وانما زعما جاست ان اكزامبل. يعني مثلا نقولوا تبدا بواحد 1000 درهم في الشهر ومور واحد 20 عام دزتي لها الوقت بلوس لو روتور سور انفستيسمون راك غادي تعطيك واحد النتيجه كبيره. في نفس الطريقه انك انت غادي تبدا واحد العاده، يعني باغي تقرا كتب مثلا، باغي تصور فيديوهات، باغي تريني، اغلبيه الوقت التفكير ديالنا كيفكر في ذاك المنطق ديال السوبرمان كنت هضرت عليه، انه كتعطي لراسك او الفيوتور الفيرسيون ديالك، الفيرسيون المستقبلي ديالك كتعطيها وهاد اللعيبه كنت ديجا هضرت عليها في واحد الفيديو قصير، انك كتقدس النسخه المستقبليه ديالك. يعني كتقول بانك انت في المستقبل ما يبقاوش عندك هاد المشاكل اللي عندك، هاد المشاكل كاملين اللي عندك دابا، يعني العجاز، الشهوات، العيا، الديكونسونطراسيون، ما تقدرش تكونسونطرا مزيان. هادشي كامل كتظن بانك غادي تخلص منه دقه واحده. وهذا اوبتيميست، هذه فكره اوبتيمال زعما بزاف، اللي في غالب الاحيان ما كتوقعش. ان في الحاله العاديه خاصك تمشي على قانون التدرج، يعني كتمشي دقه بدقه، كتمشي بشويه بشويه، كتحاول تحل المشكل بمشكل. وتا نفس المشكل يعني تركز عليه، ولكن تركز عليه على الوقت. يعني مثلا غتعطي لراسك واحد كيقولوا بان كاين 21 يوم باش تزيد واحد العاده او لا تخلص من واحد العاده. انت غتعطي لراسك واحد كاع نقولوا 2 موا كاع حتى 3 موا انك باش تركز غير تحيد واحد العاده وتمشي. ما تحكرش على راسك بهذا المعنى، يعني غادي تخدم مع راسك بشويه عليك. علاش الناس اولا ما كيبغيوش يبداو بهذه القضيه؟ يبداو انهم صغار، الكبر، الايغو،
الايغو ما كيخليكش انك تبدا صغير، انك ترجع للبوان بوان زيرو. ما كيخليكش كتقول انت احسن، كيصحاب لك انك انت احسن من انك تبدا في الزيرو. ولكن هو في الحقيقه حنا كاملين خاصنا نرجعوا للزيرو في شي لقطات. ما كتقرا حتى كتاب انت في الزيرو، اللهم نقرا جوج طورة ولا باراغراف على انني نبقى ما كنقراش، انني ما كندير حتى شي حاجه. دونك هادشي اللي كاين، قانون التدرج دقه بدقه كطلع الفرقه.